لا 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 مش معقول بجد يا ابو الكباتن، اقسم بالله انا خلاص مش مصدق نفسي. ايه اللي بيحصل ده؟ ليفربول رابع ماتش على التوالي بيسجل في البلاس 90. الكلام ده مش معقول يا ابو الكباتن. طبعا بقى كعاده ليالي الابطال طبعا كل المباريات ممتعه. ليفربول في الدقيقه الثالثه سجل اول اهدافه، محمد صلاح سدد وخبطت في زميله روبرتسون ودخلت هدف، وبعدها بدقيقتين بس صلاح بيسجل هدف ثاني، والنتيجه خلاص في اول 5 دقائق هدفين، وفي دقيقتين محمد صلاح يساهم في هدفين، والكل قال ليفربول ومحمد صلاح خلصوا المباراه قبل ما تبدا، عشان يجي يورينتي يجي في الوقت بدل الضائع في الشوط الاول ويسجل الهدف الاول ويخلي النتيجه 2-1. في بدايه الشوط الثاني ليفربول كان افضل، ولكن اتلتيكو مدريد استحوذ وبقى عامل زي الطوفان حرفيا، عشان فعلا في الدقيقه 81 يورينتي نفسه بيرجع ويسجل الهدف التعادل والهدف الثاني، وهدف يعني عالمي، تسديده جميله جدا. وانت بقى فاكر ان المباراه تخلص على كده تبقى غلطان، لان ديت ليفربول. انا كنت لسه زيك كده بالظبط هفتح الفيديو عشان اسجل، لقيت ليفربول بيسجل الثالث في الدقيقه 93. عايزك تتخيل معايا حجم الفجور اللي وصلوا له هذا الفريق. ليفربول عن طريق فان دايك بيسجل الهدف الثالث وبيفوز على اتلتيكو مدريد في الدقيقه 93. ليفربول رابع مباراه على التوالي بيفوز في البلاس 90. انت متخيل معايا؟ ليفربول فاز بهدف قاتل عن طريق ليونو جموع في مرمى نيوكاسل وحصل على 3 نقاط، ورجع وقابل الارسنال اللي هو فريق منافس مباشر ليه وبرضه فاز في الوقت الضايع عن طريق سوبوسلاي، ويرجع بعد كده في الدوري باخر مباراه وياخد 9 نقاط، ويرجع بعد كده في الدوري ويسجل هدف قاتل في مرمى بيرينلي ويحصل على 9 نقاط حرفيا في البلاس 90، عشان لما يرجع يشارك في دوري ابطال اوروبا ويسجل هدفين في اول 5 دقايق مش يسكت على كده، لا يسيب الفريق المنافس يتعادل معاه عشان برضه يحسبها في البلاس 90. فريق مجنون اقسم بالله. عايز بقى يا ابو الكباتن اقول لك ان محمد صلاح واحد يعني من اللعيبه اللي بتستعيد مستواها بشكل كبير جدا بعد ما كان بادئ الموسم بشكل مش افضل حاجه. محمد صلاح يعتبر بالركله الحره اللي سجل منها النهارده، او اللي هي ما اتحسبتش، هي طبعا ما اتحسبتش باسمه بس احنا هنحسبها له. محمد صلاح قبل الركله دي سدد 20 تسديده، سجل منهم 2 بس وضيع الباقي، فمحمد صلاح يعتبر مش لاعب مميز في الركلات الحره، ورغم كده ساهم ان هدف النهارده يجي مبكرا بشكل حلو جدا، ورجع وسجل الهدف الثاني بشكل مميز جدا عن طريق اهداف محمد صلاح في 2018 والفتره الذهبيه بخصوص محمد صلاح. طبعا فريق زي ليفربول فريق مرعب، ما انت عايزك تتخيل معايا ان الفرصه اللي قدامك ديت ليفربول عملوا هجوم مرتد بشكل غير طبيعي من المنطقه للمنطقه في 12 ثانيه تقريبا، ولكن للاسف محمد صلاح خطها وتخبط في القوم وتضيع. بس شوف سرعه الارتداد، فريق مرعب حرفيا. هتقول لي طبعا ان ليفربول متوقع منه افضل من كده، وبصراحه ليفربول متوقع عليه احسن من كده بكتير جدا، ولكن انت بتتكلم واحد شبه ايزاك، واحد شبه فيرتس، ده لما يرجعوا لمستواهم او لما يمسكوا مستوى مع ليفربول محدش هيقف قدامهم، هيبقى الانفيلد ده جحيم حرفيا. برضو عايز اتكلم على يورينتي اللي سجل هدفين في ليفربول. اللاعب يورينتي ده مثلا في دوري الابطال اللي سجل هدفين في ليفربول النهارده، ده في دوري الابطال كله مسجل 7 اهداف، 4 من ال7 في ليفربول، ال4 كلهم برضو في الانفيلد. جنان حرفيا غير طبيعي.